رب الحق الشغل، انا لازم متاخر اصلا. ما تخلي بالك. معلش يا انسه، انسه ايه؟ انا ولد. ايه ولد ازاي يعني؟ تحب اوريهولك؟ توريني ايه حضرتك ولا حضرتك؟ انا اروح اقف في حته تانية. وده ولد ولا بنت؟ لا يا عم مستحيل، اكيد بنت. انت مش شايف شكلها؟ دي طالع منها ريحه بسكوت نواعم. انا اسف والله، دي العربيه حقك عليا. لا ولا يهمك يا اسطى، عادي. وكمان انا واقفه بسيطه برضو. هو في ايه وانا في كفر الشيخ؟ مالكوا يا جدعان؟ في امل. بص يا اخويا، الولاد دول عاملين ازاي يعني؟ ده ينفع يعني؟ ليه ما يبقوش زيك يعني؟ راجل محترم اهو، راجل. انا بنت. خلينا واضحين، احنا لو سيبنا نفسنا لكمان 10 او 20 سنه هتلاقي الكلام ده في الدول العربيه. وانا عارف انك ممكن ما تصدقنيش، بس الموضوع بيتم بالتدريج. ولو انت فاكر ان لسه بدري وما عندناش الكلام ده، طب تعالى ابو كف رقيق وصغير انت اوريك. لما تكون جزائري وستايلك مختلف عن اولاد بلدك. ايه بدايه موفقه. باين عليه شاب برازيل محترم متدين، واكيد ستايله هيبقى جلابيه بني. لا 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 لا، مستحيل. اكيد امه حطت الجلابيه البني في الغساله واتقطعت وطلع بالشكل ده. اكيد صدفه. تعال نشوف شكل الاكونت بتاعه. اكيد ده الفيديو الوحيد، والباقي نشيد دينيه. للأسف لقد سقط رجل آخر وغير العدة بتاعته. فوائد إنك تسير. فوائد إيه؟ يبقى ليها فوائد إنك تبقى ايه؟ لا دي بجد مستحيل. انت عاوز تقنعني ان ده مصري؟ انت ازاي طلعت من مصر بقيت كده؟ ده المصري ده ويا سلام لما بيبقى صعيدي بيطلع من بطن امه بياكل امه وابوه شخصيا، ولما الدكتور يساله ليه عملت كده فيقول له مش انا اللي امي ولدها دكتور راجل وابويا واقف يتفرج. رجوله بلا امه وابوه عشان الشرف. ده لما بينزل شغل وتقريبا بيبقى في تجاره مواشي ويشوف واد صغير بيحاول يحط عصايه في خلفيه الجاموسه وعمال يقول هخرم الجاموسه، يروح بسرعه قايل له انت بتعمل ايه يا واد؟ ها حط العصايه في الجاموسه. انت عبيط ولا ايه؟ عبيط ولا ايه؟ بس اسمهاش جاموسه، اسمها فتحيه. قول لي تاني كده، تحط العصايه في مين؟ في فتحيه. جدع اتوكل على الله. رجوله بيحب حتى الحيوانات وبيسميهم. عاوز ايه اكتر من كده؟ احلى من ايه يا روح امك؟ انت عارف انت شبه ايه بوشك ده؟ انت شبه البيض الابيض. انا لو شفت راسك وحطيت البيضه مش هنعرف الفرق. حرية شخصية يعني أنا عادي أمسك راسك وأحطها في خلفية فتحية وبعدين أقول لك حرية شخصية؟ لا طبعا. الحرية الشخصية دي في حدود رغباتك أنت بس، لكن إنك تتعدى بقى حدود الدين وتدمر نفسك وتطلع على النت تجار بحاجة زي كده وقبل ما تأذينا إحنا تأذي نفسك أصلا، دي ما اسمهاش حرية شخصية. من وانا طفل 5 سنين انا كان عندي اتراكشن لنفس الجنس، احساس داخلي غير مفهوم. هو انا ليه مختلف عن اخويا الكبير؟ كنا ممكن مثلا نلعب ادوار، كنت مثلا احط سكيرت على راسي اكن ده شعري مثلا. اكتر حاجه كانت مأزماني نفسيا هي انا هيحصل ايه لو حد عرف. انا خايف على سمعه العيله. قررت اللي هو انا مش هقدر اواجه مجتمع كامل. انا سبت مصر من 10 سنين ومن ساعتها ما رجعتش، بس كان علاقتي طيبة بإخواتي والوالدين. وانا قررت ان انا اقول لهم، لان في الفترة الاخرانية كان في ضغط كبير انت هتتجوز امتى، مع ان انا متجوز. فانا حسيت اللي هو انا ليه بكذب طول الوقت. كان اول رد فعل اللي هو ايه ده انت ابني حبيبي، ايه ده انت اخويا حبيبي. بس بعديها بدقيقتين بدأ بقى كل الحاجات اللي هي بتاعت الدين، واحنا هنقومك وهنعالجك. تعرف دي غلطة مين؟ دي غلطة الأهل، إنهم ما استعملوش أسلحة التعمير والإسكان النفسي. الأب بالحزام، الأم بالشبشب وزنه 50 كيلو، والأخ ببازوكا، واستدرجوه بقى. والله تعالى البيت جايبين لك الديدي يقعد معاك عشان نفرحك، ولما يوصل يتم استخدام أسلحة إعادة التعمير والإسكان عليه. ويعني بالمرة نديه للديدي شوية. مش ممكن راجل تعب نفسه جاي ويمشي من غير ما ياكل شاورما، هتبقى قلة ذوق مننا برضه يعني. حاولت أكمل الصراحة بس شفت حاجات مش لازم على حد يشوفها ونسدت نفسي. وقبل ما تطلع حط لايك واشتراك عشان أنا حرفيا عذبت نفسي عشانكم.